ده بقى ادمان الكبار والصغيرين، مناسب قوي للصيف وبيتعمل في 10 دقايق. هنعمل بودنج بالبسكوت او ليزي كيك. اول حاجه عندي 500 مللي من الحليب نص لتر بما يعادل كوبايتين، ربع كوبايه من السكر، ربع كوبايه من النشا، ربع كوبايه من الكاكاو الخام. وهقلب كل ده على البارد الاول قبل ما اشغل النار. وبعد ما اقلبهم كويس هشغل النار وارجع اقلب تاني باستمرار عشان مفيش اي حاجه تكتل لحد ما يوصل للقوام ده بالظبط. هنزل عليه برشة من الفانيليا اختياري وهرجع اقلب تاني. عندي هنا بقى 200 جرام من البسكوت، ده بسكوت شاي عادي. شوفوا العبوة بتاعتكم كام جرام وظبطوها على 200 جرام. لو البسكوت حجم صغير ممكن تحتاجوا 5 باكتس. هتقلبوهم بقى مع بعض وبعدين هتجيبوا بولات صغيرة بطنتها كده بالكلينج فيلم وبعدين هنزل عليه بالبودنج وهغطيه تاني عشان ما يعملش وش. ممكن تقدموها عادي في كوبايات او كاسات تاكلوا منها مباشرة من غير ما تقلبوها ولا تحطوا لها ستريتش. دخلتهم التلاجة ساعتين وقلبتها بالشكل ده. زينتها بقى بسبرينكلز وبتتقدم كده، شكلها حلو جدا وطعمها تحفة. والاحلى من ده ان هي ما بتاخدش اي وقت والصغير والكبير بيحبها. جربوها وابعتولي تطبيقاتكم.